بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس رقم 23 من دروس شرح منظومة ابن عاشر رحمه الله تعالى. ذي الدرس 22 ونعدان نبدأ في أحكام سجود السهو. ندايث مثلا جل من لا يخطئ، ربي سبحانه عز وجل يزرب اللي يمكن ينسو ذي نميغ ديال القرآن الكريم: واذكر ربك إذا نسيت. ثثث كل إنسان معرض باش هذه يتسو، ذي العبادات هذه يتسو، ذي المعاملات هذه يتسو، عادي من خصائص البشر النسيان هذه يتسو. لذلك إلا مقارن سجود السهو. سجود السهو يسعى فائدتان كبيرتان، ثلاث الفائدات ثم قرانين ثم زواروث. جبر الصلاة ظهر قاعد ظلث هي تشوف نادم مثلا نفكد أمثلة كثيرة درسني عدنا نفكر بعض الأمثلة التذكير يون ذي ظلث مثل المغرب الظل يود الفاتحة ركعة مزورة الفاتحة يتسوث صورة وكي تثوث سنقصان نسيان بالنقص أم شريخ اسمي كركعتي السنات نغثي الثلاثة مكتاد السيني حقا ثورة ركعة مزوروث إلى قد دغرغ الفاتحة أكو تصورت تسوخت وريد زمان فظالف. ذكرنا التحذير في هذا الموضوع، قلنا جبر الصلاة ترقيع الصلاة أولى من قطعها. التفضيل لي سوليسيون فاسيل أشيني عرق انتيا السلمة غادي عاودها لا نهضر درسني عدان وكي ذيريث ذا يلدي ثبورثي الوسواس باش هذي يزدغ بنادم هذي يغالي يتعاوذ كان شغالي سما رمضان يعاودها سما كل شيء يتعاوذ هذيك شمل الوسواس والوسواس مدمر. إذن الفائدة الأولى جبر الصلاة ضرقع. الفائدة الثالثة إرغام للشيطان ولكن يغفى أنا غيستو ثظليث باش يلهينا أغيستو إرغام له نسجد سجدتين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. شرحنا هذه الحديث وغيره من الأحاديث في لقائنا السابق. ثورة إلا بعض المسائل مادام نحاول نلخص بعض المسائل ربحا للزمن. هناك مسائل يسجد لها ذكرناها. هناك يعني لن تمثال إلى قبل ما يخمس السجود، أما سجود السهو القبلي أو سجود السهو البعدي. سجود السهو القبلي ما ليس نغص، أما كتفكر ثورة مثال تغريض الفاتحة الحمد لله رب العالمين إذا ركعت مزورث نغيثي السناث تصوض ودغريضارا تصورة النظام أمشي تخدمض ذاكي سنقصد الزاليثيك أمشي ترقعط الزاليثيك اقفل ما تقيمض التحيات ثين قورا تشهدين قالوا اقفلت السلمض مثفوك التشهد اقفلت السلمض أتسجد السجدتين ثلاث السجود أكا أم بعد ذاك السيد الاختيار ما تبغض تعوض التشهد شرحناه يجوز إلها مدعوض التشهد عادي يجوز. هذه السنة تسجد تسلم السلم الضاين تكفى. إما إلا الزيادة مثلا تزلظ ثزالث طهور تزلظ 5 ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود يزل 5 ركعات ذي طهور. بعد أن نسي يا رسول الله أزيد في الصلاة في الظهر يعني 3 زيادة نكون نسن 4 ركعات ثغال 5 تزول 5. ضغى النبي عليه الصلاة والسلام يستقسى الصحابة وقاعد يزول الفيرس ناس ما تسيدت يعني ما إلا خاطر يرد يستقسى خاطر الزمر اللي يون يغلط أكان مشاكل. سمحتي فيك والإمام هذه زال سوا يون دينا غادي نسيك تسون أسينا الشيخاوة سنقصد نغزقض بعد الشيخ ميديوالا الغاشي السنين لا قالك سوا
صافي معناتها ماشي ملايين بالك يتسو غادي يسيني أذير الغلطة في الإمام ولا ندري. النبي عليه الصلاة والسلام ميسينا وصحبي ناس يا رسول الله ما إلا ثرنا الظالث إناس خاطئ اسمي استقسى الناس تثرنيض الزول خمسة ذا شو يخدم سجود السهو البعدي. سجود السهو البعدي يعني يسلم غدا ثاني يسلم يفوق أم بعد شو يخدم يسجد سنة السجدات من بعد يسلم. هذا ذي صلاة العصر في موضع آخر حديث ذي اليدين يزول كان سناث ذي العصر يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله كان الحكمة يعني يقدر ربي باش ذي تسو نتسا باش غي السلم ذنكني غي صغار نكني. إذا صحابي يقول اليدين يا رسول الله ما إلا قصورة الصلاة ثقال يعني سناث ثلا أربعة ثقال السناث يستقسان الناس يا رسول الله زول كان سناث إذا فينك يهضر صافي يهضر يسل إلا حوار ديالوج إلا حوار. من بعد شو يخدم يبرد سنة ركعات تياض من بعد يخدم السجود السهو البعدي. أكا جماعة الخير وذا كذا غنفهم حكمة نظن أنه ولا ما يلا دوال معليش مثلا يوندينا غير الزول داقي العصر سنة ركعات السلم أبرا يوندينا غاثين باسيني شو الزول ذاك تحية المسجد لا أكين في العصر سين الزول كان سنة صافي لو وولي يراون ذينا فيو غالا دين الله أكبر ديو السنة النظم وهذه 5 سجود السهو وسي قرارا مادام هضرا صافي لقد عوذا أروفير السعودة تجدد خاطي. أشرنا إلى بعض هذه المعاني في درسنا السابق ولكن ثورة لن تشرن تمثال وسعين ترى السجود السهو ولكن لن مثالا استخدم من سجود السهو. حصرت أهم هذه المسائل التي يعتقد البعض أن فيها سجود سهو وهي لا سجود سهو ولا مثل الغض وتسرق عضارة ولا تسرق عض يعني تظل فيك الصحة نكمل. على سبيل المثال زيادة القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة. نركزوا مليح طهور العصر طهور مثلا الساعة 4 ركعات سنة مزورة الفاتحة زائد سورة سنة قورة يعني في 3 وكتيس 4 أمشي تنزل الفاتحة كان إما تغلظ فرنضة سنت في صورتين لا سجود عليك. ارتحتوا؟ هذه تمزوز. مثال وثايض قراءة السورتين فأكثر إزمريون مثلا أدغر سورة سبح اسم ربك الأعلى ثم كمال يرنا يسد سورة النظم مثلا صوت والتين والزيتون يعني يكفث الصوت يرنتي السناث لا سجود عادي. نثغر ضد سورة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عادي ولاش ذيك السجود. في 3 الخروج أثناء القراءة من سورة إلى سورة في كل غرض مثلا أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تفكض تروح ضغر سورة النظم سورة العمران نغفي كولا تغضض خاصة تشغل الآيات المتشابهة مثلا سورة الأنبياء سورة المؤمنون عند إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه الآية النظم وأن ماشي إن وأن بزيادة الواو مع فتح الألف وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أش عرقنت فاعبدون فاتقون أش عرقنت تكشمض تفغلسي الصوص تكشمضي ثاير صاري إزمت ظروثي سورتو ذي الآيات المتشابهة أتكشمض أتفغلسي الصوص وتكشمض ذي ثاير ثاقي أيضا لا سجود عادي وسقرارا مدام أثنى عرقنتي لا خاطي والسادر السجود السهو
مسألة مهمة أيضا. الركوع قبل إتمام السورة كوا تفضلت سورة مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من بعد تنض الله أكبر وتفك ضرطة سورة ولا ما الزرد وحدك وسقرارة سنقصغ ذي الصورة صافي إلى قد خدم السجود نتاثث قبل السلمة خاطئ ولاش السجود. مثال آخر نسيان القنوت، ونتسو القنوت في صلاة الفجر وكي حكيت فلاس درسني عدا الجهر في القنوت كوني في عند السادة المالكية ولاش الجهر الغرض أزرم الشيخ ديال الفجر أدي غر ركعة ثانية ميفوك يسكت راه يقرأ في القنوت وانتم ذا تقرؤون القنوت. إما إلا الشيخ جهر عادي والقضاء يصير سجود السهو البعدي، أما الإمام أما المأموم ما يصلي وحدس ولاش سجود السهو لا قبلي ولا بعدي. ترك رفع اليدين تكبيرة الإحرام ما بنفذ الصلاة ديني الله أكبر يمسوا ماشي بس تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض طبعا للقادر عليه هكا، ولكن ما تصوض تقديم ذلك هذيك يشمل الوسوسه كاين واقيلا تنض الله اكبر كان كتكشم الظليت عادي والسيض سجود السهو. لذلك يتمثل الدرس اللي عدان نغاون موضوع احكام السجود مهمه جدا ساعات القيمه ثم قرات باش بعد ما فهماك في مثال يقشو الدم السجود انت ثلث. يلا ترك التسبيح في الركوع او السجود يا اخي الناد ولاش قراءة القرآن ذي الركوع ولا ذي السجود الشرح يفيد للناد كما ورد في الحديث ذي الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم 3 مرات، ذي السجود سبحان ربي الأعلى وبعدين ندعو كما جاء ذلك في الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يدعو إما إلا يتسو ودينا لك سبحان ربي العظيم ولكنه يركع المهم الركوع ذو الفرض، ولكن تصوض النظارة سبحان عادي ولاش ليك السجود إلى آخره. في كل صوض السجود أدغرض الدعاء الشيخ يند الله أكبر بعض الشيخ حديث البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به بعض الإمام يلا عادي اذكر لا سجود عليك. الالتفات في الصلاة ثورة ما يليون هكا صارف أني كذا حتى ندني أظن قالك ذي الظليث بالك لديت بورثيهين إذا اسمو قرضا كانت تلتفت. المهم لا تستدبر الكعبة ميم المشي ثوالم ثيكواليون هذه ولي فرجة كير ذي الصف سي هنا دي قدم عادي أدي يلحو أو يلتفت هذا ليس فيه سجود. إصلاح الرداء أفرنسي غلييش قندوري شيء قاعدونا إصلاحه أيضا ليس فيه سجود أتصل تمسى على كل حال اكتفي بهذا. الآن نحاول نشرح بعض الأبيات لنترك يعني المجال إن شاء الله للحديث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحكام سجود السهو في الدرس الماضي ذكرنا الجانب النظري، اليوم أضفنا بعض المسائل ثم نشرح المتن. متن ابن عاشر بيت رقم 147 إن فصل لنقص سنة سهوا يسن ثقي معناه نستحضر الآن ما فهمناه ما شرحنا في درسنا السابق. المعنى يسمى الله سجود السهو ما إلا يون يتسو سنة التي ذكرنا يعني نماذج منها في الدرس الماضي. سهوا يعني استثث يسن قبل السلام معناتها ذاك يفرق بين السجود السهو القبلي والبعدي ذاك السجود التثث قبل السلام ما إلا تصل سنة من السنة التي ذكرناها. إن سجدتان من شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من السجود أو السنن ذاكي نعطيك مثال. أحيانا تصل يوث من السنة
ثغل ثلاثة مثلا ما إلا تصوض قراءة السورة بعد الفاتحة. ذي المغرب مثلا إلا قرأ الركعة الأولى غتغرد سورة الفاتحة أو تصورت، متفاهمين؟ إما تصوض الصورة ني وتدغري دارها. فينا الموضوع شو تصوض؟ أولا تصوض الصورة، ثانيا تصوض الجهر، خاطر هذا الجهر إلا قبيلي ما إلا أن إلا قصر تخدم الجهر صافي زقضض، أن إلا الجهر تخدم السر صافي سنقصد. أليس كذلك؟ معناتها في السنة الواحدة ممكن تفض سنن. وكذلك القيام لها، القيام لقراءة السورة هذه السنة، القيام لقراءة السنة. معنى تركك لسنة واحدة قد يكون في السنة الواحدة ترك لثلاث سنن كهذا المثال. نمسفهم. نكمل البيت رقم 148. إن أكدت ومن يزيد سهوا سجد، ذاك إلى حديث اليدين الذي أشرنا إليه، ميلا الزيادة الزقضض بعد كذا والنقص غلب إن ورد. إما يليون مثلا يعني يخدم الزيادة ويخدم النقصان ذي الظليثيس، إلا وندا يزقد إلا وندا يسنقص ذكي وثنتظليث اش راه يخدم؟ ذا شو خدمن ثيكوال مدن لي سوليسيون فاسيل اكيد تخدم غير سناف، أخدم السجود السهو القبلي وخدم البعدي. لا أتخدم كان السجود السهو القبلي يجزي. أشو هدينا؟ والنقص غلب إن ورد، مثل الزيادة وثل النقصان ذكي وثنتظليث إناد والنقص غلب إن ورد، يعني عند اجتماع مبررات أو مبرري سجود السهو والقبل والبعد، نغلب سجود السهو القبلي، نسجد قبل السلام يعني قبل أن نسلم، واستدرك القبل مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. استدراك ثم إلا ذين خصا ولي الزاد ركعة 4 ركعات العصر زود كان سنة تسلمض تروح ظل مدين تمكتاضد نغيلو كي دي سمكتان وقال الظال سنة النثيض بعد، ولكن إما إلا ذي البعدي إنيك ولو بعد عام، خاطر ما السجود السهو القبلي يسقط تصوت غير دار تصورت المي تفوك التظلي تروح قربة تصوت سخمت مكتاضد ذي النور خدم على سجود السهو القبلي داين الشينا أصلا سلمض تفاصيل صليت تفاضوك سي الجامع ياك ناخذ خامن دا زول دوكا داين يعني ثلا مدة طويلة. سجود السهو القبلي سقط عنك ولا إثم عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع الإثم يقتضي رفع الحكم. الحمد لله ربك يتحاسب على الصوت ذاين. إما إلى السجود السهو البعدي يعني إلا كتخدم السجود السهو البعدي تخدم مثلا العصر زولداس 5 ركعات زقضض ذاكي من الميد مكثر سجد يباس يومين 3 أيام أقول إنش ولو بعد عام. هكذا قال المصنف. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.